الأحمق والمجنون كيكونوا أكثر الشخصيات شهرة المثيرة للاهتمام في هذا العالم. من ديما المجانين كيضحكونا، كيفاجئونا وكيفاجئوا علينا. كلنا كنميلوا نشوفوا الجنون عند الآخرين وفي العالم بصفة عامة وبالخصوص وسط منا حتى حنايا في الأعماق ديالنا. كيكون واحد من النماذج الأصلية الخالدة اللي كنا كنورثوه من الولادة ديالنا. وخا هكاك بزاف فينا كيعانيو من الغياب ديال هذا الجنون في حياتهم بسبب الحياة اليومية وبسبب الشخصية ديالنا اللي كتكون محمومة بالجدية واللي كتكون متشددة. كناخدو نفوسنا بواحد الجدية مبالغ فيها، كنحاولوا جاهدين أننا نتوافقوا ونتطابقوا ونتماشاو مع المجتمع اللي كيركز على الإدمان على العمل وعلى الكفاءة وعلى الإنتاجية، لدرجة كنوليو بحال الآلات في آخر المطاف. كما كيلخص ويليام شكسبير فاش كيقول أن العالم ديالنا هو عبارة على خشبة ديال المسرح، والنساء والرجال كلهم كيكونوا مجرد ممثلين فوق من هذه الخشبة. كنساو أن اللعب والجنون هم حاجة إنسانية أساسية، وكنتسائلوا بالتالي علاش كنحسوا بالملل، علاش كنتخنقوا، علاش دغيا كنحسوا بالتعب، وعلاش بالخصوص فقدنا القدرة ديالنا باش نكونوا عفويين، فقدنا القدرة على الأصالة والشغف. واللقاح الوحيد ضد هذا المأزق هذا إلا بغينا نحققوا واحد التوازن في النفسية ديالنا هو خاصنا بكل بساطة نعطيو النموذج الأصلي ديال المجنون مكان في حياتنا. وباش ما نطيحوش في الإفراط ديال الجنون وعدم المسؤولية خاصنا نطوروا كذلك النموذج ديال الحكيم اللي بالرغم من الحكمة ديالو كيستمتع بالسخرية من نفسه من وقت الآخر، وكيكون بالخصوص مستوعب الحدود ديال المعرفة ديالو. الشخصية المجنون عموما كتبان معقدة بالنسبة للبشر، كيتنسبوا بزاف ديال الخصائص، كيقولوا عليه غبي، عبيط، ما متمكنش من التعبير، متمرد، فاشل في أنه يمتثل المعايير السلوكية المتفق عليها. كما كيأكد الفيلسوف فوكو، الجنون ما كاينش حقيقيا في الوجود، كيكون فقط وسط واحد المجتمع معين. وكاين كذلك اللي كيتدارك أن الأحمق أو المجنون كيتمتع بالبساطة وبالبراءة ديال القلب والروح، بحال كما كيقول كارل يونغ، الروح كتطلب منك الجنون، ما كتطلبش منك الحكمة. كذلك شحال هادي كانت الرحلة الداخلية اللي قد يقوم بها الإنسان باش يكتشف الذات ديالو، حتى هي كتعتبر جنون من جهته. بالنسبة للبشر خاصنا نتبعوا واحد المسار خطي مستقيمي غادي نيشان ديال التعليم ثم العمل ثم الزواج ثم الإنجاب إلى آخره. وفاش شي إنسان كيتجرأ ينحرف على هذا المسار كينظروا له على أنه أحمق، على أنه مجنون، والمغامرات ديالو وطريقة التفكير والستيل ديال العيش ديالو ما غادي يوصلوه حتى لشي قنت من غير الفقر والبؤس والندم. المجنون في الواقع ما كيفكرش في غير المغامرات العجيبة والجميلة اللي كتسناه، وما كيكونش مكسرت كذلك الأخطاء اللي غيدوز منها. كيتشجع على العيش على أكمل وجه، في حين أن هادوك اللي كيبقاو باستمرار حذرين وكيفكروا كثر من اللازم كيلقاو راسهم محبوسين ومبلوكين في المخاوف ديالهم، كيبقاو مبلوكين في عدم اليقين اللي كيزيد من الخوف ديالهم أكثر وأكثر، لدرجة كيوليو مشلين ومبنجين عاجزين على التصرف وعلى المغامرة وعلى التجديد بالخصوص، بالإضافة للتفكير الزائد اللي كيوصلنا لواحد القلق مرضي وكيخلينا نعانيو من الخيال ديال أفكارنا أكثر ما نعانيو فعلا بسبب الواقع. كنساو أن الفشل والأخطاء غيحلوا أبواب جديدة اللي عمرنا تخيلنا نشوفوها محلولة. داكشي اللي كنكونوا خايفين منه كنعتبروه فشل مطلق، كنساو أنه ممكن يؤدي لنجاح اللي ما يمكنش حتى التصور ديالو، لأنه عموما داكشي اللي كنكونوا محتاجينه أكثر من أي شيء كيكون أغلبية الأحيان في المكان اللي ما كنبغيوش نقلبوا فيه، في المكان اللي ما كنبغيوش حتى نلقيو نظرة عليه. العكس بالنسبة للإنسان المجنون، هاد الأخير ما كتكونش عنده حتى شي فكرة على فين غينخرط فاش كيبدا في الرحلة الجديدة ديالو، ما كيكثرتش العقبات والصعوبات اللي غيدوز منها واللي غيكون خاصو يتغلب عليها، واللي التفكير فيها غادي غير يمنعو من أنه أصلا يخوض في هاد التجربة ديالو. المجنون كيعيش في الحاضر وما كيخافش بزاف من التغيير والاكتشاف والمغامرة في مناطق جديدة ومجهولة، واخا تعيا تهضرلو على المخاطر اللي كتسناه، وبغض النظر شحال ديال المرات غادي يتعثر فيها كيستمر في الرحلة ديالو، كيستمر في التقدم وفي المغامرة ديالو. وفي الواقع ما كاينش شي شخص في هذا العالم اللي كبرت له المكانة ديالو وتعتبر شخص عظيم بالنسبة للآخرين وهو كان كيتجنب الأخطاء والمخاطر في الطريق ديالو. كل ما كيكون مهم بالنسبة له هي الرحلة وماشي النهاية أو المحطة اللي غادي يوصل لها. ولكن حنايا
داك الصوت الداخلي الحدسي اللي كيقولنا عندك كون حذر، غتبان حمق، غتبان سخيف، غادي تبان عبيط، غيضحكوا عليك الناس، غيهضروا عليك الناس، غتكون محط السخريه بهذا السؤال الغبي اللي غطرحه، غيحكموا عليك الناس بواحد الطريقه سيئه بهذا الراي المخالف اللي غادي تقدمه. داك الصوت الداخلي اللي كيرغم علينا نكونوا متطابقين مع القطيع، الصوت اللي كيدفعنا اتجاه الامان، كيدفعنا باش نكتفيو بواحد الراحه ومتعه سطحيه، اللي كيدفعنا نحاولوا نحصلوا ما امكن على القبول ديال الاخرين وعلى الاطراءات ديالهم، وهذا الشيء على حساب الرغبات الحقيقيه الموجوده في الاعماق ديالنا. هذا الشيء كنعيشوه لاننا كنكونوا رابطين بالسلاسل داك المجنون اللي كلنا عندنا وسط منا، الشيء اللي كيؤدي بنا في اخر المطاف للغيره والاستياء والعار وغيرها من الامراض النفسيه والعصبيه. ولكن الشخص اللي ما كيخنقش المجنون وسط منه في الطريق ديالو نحو التفرد كيستمتع بالمبادره والمقاومه اللي كيكونوا متاصلين في الطبيعه ديالو. المجانين كيكونوا في علاقه وثيقه بالنموذج الاصلي ديال الشباب الابدي اللي كيكون عندنا كلنا فاش كنتولدوا من الطفوله ديالنا. هذا النموذج هذا هو اللي كيمنح الطاقه والجمال والابداع الطفولي للحياه ديالنا كبالغين. ولكن فاش كنخنقوا المجنون وسط منا كيولي العكس تماما، كنحصلوا على الاحباط في التحقيق ديال الذوات ديالنا، وكيتحكم علينا باحلام ديال المراهقين اللي ما كتكونش واقعيه، وكنعيشوا اذن الحياه على انها سجن خانق اللي ما يمكنش الفرار منه. والمجنون كيكون ببساطه مرتبط بطريقه وثيقه مع النموذج ديال الطفل. الاطفال ما كيكونش عندهم واحد البيرسونا، ما كيحطوش قناع قدام المجتمع، كيتبعوا الحدس والغريزه ديالهم كثر ما كيتبعوا داكشي اللي كيتطلب منهم انهم يقوموا به. بالمعنى ديال فرويد كثر من اللي كيتبعوا الأنا العليا اللي كتصنع عند البالغين مع المرور ديال الوقت. الفرق بين الطفل والمجنون هو أن الطفل كيكون داخل بواحد الطريقة نصفية للعالم العقلاني، والمجنون كيهرب بواحد الطريقة نصفية من هذا العالم العقلاني. هادو بجوج بيهم كيكونوا متحررين تقريبا من الضغط القاسي ديال الأحداث اليومية، من التأثير المستمر ديال الحواس الخارجية اللي كتطغى على بقية البشر. الطفل والمجنون كيكونوا مريحين ومتفائلين وما كياخدوش الأمور على محمل الجد. كما كيقول نيتش، ما كيوصل الإنسان للنضج الحقيقي حتى كيعثر عاوتاني على ديك الجدية وديك التلقائية اللي كانت عنده وهو كيلعب في الطفولة الصغيرة ديالو. وواخا المجنون كيجسد بالنسبة لأفراد المجتمع داك الجزء المحتقر من الشخصية الإنسان، داك الجزء السخيف الغير متكيف والغير متوافق مع هذه الحياة، إلا أنه كيجسد كذلك الجسر اللي كيوصلنا للاوعي ديالنا. المجنون كيكون كيربط بين جوج ديال العوالم، العالم الحياة اليومية اللي كنعيشوا فيه معظم الوقت والعالم الخيالي. كيفتح الباب لواحد الكنز عظيم اللي كيساعد على تجديد هذه الحياة اللي كنغرقوا فيها. فاش كتسمع لذاك المجنون اللي كاين في الأعماق ديالك كتولي مستعد للمخاطرة بالسخرية والازدراء الأشخاص اللي دايرين بك، كتولي كتخاطر بأنك ترفض من طرف المجموعة وتتبع الطريق ديال الحقيقة الخاصة بك، ديال الحب والشغف، شنو ما كانوا غيقولوه المنتقدين وكيف ما كانت تكون كذلك النظرات الآخرين. المجنون كيمتلك واحد النزاهة اللي كتجلالو في الشجاعة اللي عنده باش يكون أصيل، باش يكون نفسه عفوي في جميع الظروف بدون الحاجة لتأكيد الذات ديالو من خلال ردود الفعل والأجوبة والأحكام اللي كيقدموا الآخرين، وبدون الحاجة كذلك لأنه يتوافق ويتطابق معهم بدافع الخوف وبدافع الميل للسهولة والبحث عن الأمان. كيكون كذلك كيحس بالحرية في الحكم على الآخرين انطلاقا من القيم الخاصة ديالو، وهذا الشيء كيخليه يكون شخص صعب الإيقاف ديالو. هذا الشيء اللي كيخليه يبان أنه خطر على المجتمع، هذا الشيء اللي كيجعل منه يكون تهديد على السلطة وعلى القوى اللي كتسيطر على الأفراد وكتحكم في التفاصيل ديال الوجود ديالهم. وخا هكاك في الأساس ما كاينش شي شيء اللي ممكن يجعل من الحياة تكون ممتعة قد السعادة والمتعة اللي كتجي من الضحك واللعب والهراء ديال المجانين. أنك تكون إنسان هو أنك تكون أحمق ومجنون، هو أنك تعيش الجنون ديالك وتصرف بحماقة. والاعتراف بهذه الحقيقة بالذات كما كيقولوا بزاف ديال الفلاسفة كيخليك تطلع لأعلى مستوى في الحكمة. المجنون كيمثل بطريقة متناقضة واحد الحكمة اللي ما كتجيش من العقل ومن المنطق، وإنما كتكون جاية من القلوب ديال البشر.
بعض الأحيان المتواضعين والبسطاء في التفكير ديالهم من خلال النقاء والصفاء ديال القلوب ديالهم كيتمكنوا من اختراق بعض الحقائق الأساسية والعميقة اللي ما كيحلموش يوصلوا لها الأشخاص الآخرين اللي كيكونوا متقلين بالمعرفة والأفكار والأعراف بشتى أنواعها. كما كيقول دوستويفسكي، أكثر إنسان حكمة على الإطلاق في الرأي ديالو هو الشخص اللي كيكون كيعترف أنه أحمق ومجنون من وقت الآخر، الشيء اللي ولا نادر كما كيقول في الحقبة ديالو اللي كان عايش فيها. كل شيء كان كيبغي يتسمى أنه منطقي وعقلاني، وكل شيء كان واخد واحد الفكرة سيئة على الجنون. في الرواية ديالو ديال الأبله كيناقش السؤال اللي كلنا تسألناه شي يوم من الأيام، واللي هو واش غيكون أفضل أنك تعيش في الجحيم ديال العقل والمنطق أو أنك تطهر في الجنة المجانين. كيجيب واحد الرجل مثالي صالح وإيجابي في واحد العالم فاسد منحط أخلاقيا، اللي هو البطل المسكين اللي غادي يرجع لروسيا من بعد ما دوز وقت طويل في مصحة سويسرية باش يعالج المرض ديال الصرع أو الغباء اللي كان كيعاني منه. الغباء اللي حتى القرن العشرين كان المصطلح الطبي اللي كينعتوا به جميع ذوي الاضطرابات العصبية. الأمير مشكين بعد ما رجع غيلقى راسو منغمس في الفساد ديال المجتمع بواحد الشخصية عنده اللي مختلفة على الآخرين اللي كانوا كيتسموا فاضلين آنذاك، وهذا الشيء هذا بالبراءة اللي كان كيتسم بها. دوستويفسكي كيوصفوا أنه أولا مغفل أبله بالتعبير الأشخاص اللي دايرين به، ثم مجنون اللي ما كيعرف حتى حاجة على هذا العالم اللي بنفسه كيحس أنه ما عندوش مكان فيه. الصراحة والبراءة والافتقار للتجربة الاجتماعية ديالو كانوا أداة ديال السخرية اللي كيتناقضوا بشكل حاد مع المجتمع الفاسد البارد المتعطش للأموال، وكذلك المتلاعب والأناني المتمركز على الذات اللي لقى راسو فيه. مشكين كان صريح منفتح غير قادر على إخفاء المشاعر الحقيقية ديالو وراء شخصية مزيفة من أجل إبهار الآخرين. كيتجرأ يعبر على شنو عنده في الذهن ديالو بغض النظر على السياق الاجتماعي، وهذا الشيء غيزيد يدفع البشر باش يعتبروه أبله ومجنون، وخا هو عنده نظرة عميقة للطبيعة البشرية وداكشي اللي كانت كتعنيه الديانة المسيحية في ديك الحقبة ديالو. وكان كذلك النقيض ديالو إيبوليت، واحد الشاب ملحد عقلاني وعدمي على وشك الموت في المراحل الأخيرة ديال مرض السل، اللي كان فقد الإرادة ديالو في الحياة ولا متمرد على المجتمع وعلى الطبيعة كلها عموما، وعلى كذلك الإله اللي كيأمنوا به بالخصوص. وغيقول في واحد الجملة اللي ولات أكثر جملة شهرة عند دوستويفسكي: كنفضل أنني نكون تعيس ونتعرض لأسوأ الأقدار على أنني نكون سعيد في الجنة ديال الحماق والمجانين. هنا الأمير مشكين من ناحية أخرى مفهم حتى حاجة في هذا المنطق ديال إيبوليت. بالنسبة له كيفاش شي إنسان يقد ما يكونش عنده مشكل في أنه يتعذب وما يكونش سعيد. بالنسبة له بدلا من التفلسف والضياع ديال الوقت في العقل والأفكار وحتى في الحقيقة إلى آخره اللي ما كتوصل حتى لشي قنت من غير الحسرة والعدمية والعذاب، كان في الرأي ديالو الأفعال ديال اللطف الصغيرة والبسيطة هي أكثر حاجة مهمة في هذا الوجود. في السطر الأكثر شعبية في الكتاب كذلك دوستويفسكي كيكتب أن الأمير كيقول أن الجمال بوحديته هو اللي ممكن ينقذ البشر في هذا العالم وفي هذا الوجود. كذلك في الأدب كنلقاو أن الشخصيات الحكيمة كتكون ديما كتجسد في المجانين، كنلقاو ديما بعض الجنون في الحكيم وبعض الحكمة في المجنون. مثلا في المسرحيات ديال شكسبير كنلقاو المجانين بكثرة، ليدي ماكبيث، الملك لير، وفيليا، لكلهم بشي طريقة أو أخرى كيغرقوا في الجنون. كذلك هاملت اللي بنفسه مثل على المحيط ديالو أنه مجنون غير باش ياخد راحته على الآخر في التعبير وقول كاع داكشي اللي صعيب القول ديالو وصعيب كذلك السماع ديالو، واستمتع بهذا الدور ديال الأحمق لدرجة أنه في الأخير ما بقاش عارف راسه واش هو فعلا مجنون أو لا. كذلك المهرجين والحمقى كنلقاوهم حتى هما ديما حاضرين في الكوميديات والتراجيديات، واللي ما كيفكروش نهائيا بحال بقية العالم وكيتمتعوا بذكاء اللي ما كيتمتعوش به الأشخاص العاديين اللي كيعتبروا راسهم أذكياء وطبيعيين وما كيصنفوش نفسهم كمجانين. الطريقة ديال التفكير عند الأحمق وعند المجنون كانت أساسية في الأعمال ديال شكسبير اللي ما توقفش على تجسيد التنوع ديالها في مختلف الشخصيات اللي في العمق ديالها كتبان أنها أكثر عقلانية من العقلانيين اللي كيتفرجوا فيهم، واللي كيدفعونا بالخصوص أننا نفهموا بعمق الحدود المؤسفة ديال الحالة والوضع البشري ديالنا. كيخليونا نستوعبوا أن من خلال الجنون كنوصلوا للحكمة، تناقض ديال الأحمق الحكيم. الشخصية اللي كتجي على أساس أنها مجنونة كتكون في غالب الأحيان هي اللي كتملك أعلى درجات الحكمة.
على هادشي البشر العاديين كيتهموا باستمرار الحكماء بالحماقة، وهادشي يا إما باش يضرقوا على الحكمة اللي جاية منهم الغير مرغوب فيها، يا إما خوفا من هاد الحكمة، خوفا من الكلمات القاسية في المواضيع المثيرة للجدل اللي كيتحدثوا عليها، ويا إما كذلك باش يعاقبوهم على اللي يسمحوا لنفسهم أنهم يتحدثوا بجرأة وبشجاعة. البشر ما كيتردوش في النعت ديال الحكيم بالمجنون لأنهم ما كيتقبلوش فيه ديك الجرأة والشجاعة اللي هما ما كيتمتعوش بها، بحال سقراط مثلا اللي في الوقيته ديالو بزاف ديال الناس كانوا كينعتوه بزاف المصطلحات باش ينقصوا منه كشخص، غير لأن الأسلوب التعليمي ديالو كان مختلف على الأسلوب ديالهم، ولأنه بالخصوص أكد بكل ثقة أن الحكمة ديالو جاية من الإدراك والاعتراف بالجهل ديالو. المعرفة ديال الجهل هي في حد ذاتها شكل من الأشكال ديال المعرفة، كما كذكرنا به شكسبير فاش كيقول أن الأحمق كيكون كيعتبر نفسه حكيم، ولكن الحكيم كيعترف أنه أحمق. أكثر الأشخاص اللي كيتعتبروا مجانين كيكونوا غالبا أذكياء بشدة على الأشخاص اللي كيضحكوا على النكت ديالهم وكيكونوا كيستهزئوا كذلك منهم. كما كيقول الفنان ويليام بليك، إلا كان الأحمق كيبقى مستمر في الجنون ديالو كيولي حكيم أكثر من الحكماء، كيكون في الواقع كيعبر على واحد الازدواجية ديال الحكمة والجنون. الأحمق والمجنون بخلاصة كيجسد النظام وفي نفس الوقت كيجسد الفوضى، كيجسد الحزن وفي نفس الوقت الفرح. المجنون هو بطل بما أنه كيقفز من المكان ديال الراحة والأمان جهة المجهول، جهة التحول والتغيير والتجديد، كيكون كيترافق مع البدايات الجديدة، وحتى حاجة ما كتبدا في هذا العالم بدون المجانين. أكبر العباقرة والمخترعين والمبدعين اللي دازوا في التاريخ كانوا دائما كيعتبروهم الناس اللي دايرين بهم حمقى ومجانين في البداية، وغالبا حتى في النهاية ديال المسيرة والحياة المهنية ديالهم.